السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة وايه اخباركم؟ النهاردة جاي ارحب بيكم في الفيديو الافتتاحي ليا التاني بمناسبة الزراعة وكده. كان في حد من اصدقائي على القناة كان باعتلي كان عايز يزرع الريحان. ان شاء الله هنعمل حلقة ليها وهنشوف هنزرع الريحان مع بعضنا ازاي في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة. يعني حاجات بسيطة جدا تتزرع في البيت ومش مكلفة. النهاردة بقى جاي اقدم لكم حاجة سهلة برضك وبسيطة. البذرة بتاعتها موجودة في السوق عادي، ما بنشتريهاش بفلوس، دي حاجة بنشتريها من الفكهاني وبناكلها. واول ما بنخلصها بتبقى فيها بذرة، البذرة دي بنفتحها بنلاقي في قلبها بذرة، هي دي يا جماعة اللي بتتزرع. النهاردة جاي اقدم لكم زراعة المانجا. وزي ما انتم شايفين كده دي زرعة انا كنت زارعها، دي يا جماعة داخلة في حوالي مثلا من 30 ل 35 يوم. دي البذرة بتاعت المانجا زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين بقى هي بتطلع ورد. دي لسه برضك عمرها من 30 ل 35 يوم زي ما قلنا. في برضك حاجة زي كده دي بقى لها حوالي اسبوعين. زي ما انتم شايفين اهو مفرعة ما شاء الله عليها، فيها اكتر من 3-4 فروع ما شاء الله عليها. وفي برضك حاجة زي كده وبتختلف بقى يا جماعة الأشكال من بذرة لبذرة. يعني أنا زرع نعوم وزرع فص وزرع زبدية. وهقدم لكم برضك النهاردة ازاي نزرعها وبسيطة جدا وازاي نسمدها. وبمناسبة السماد هنعمل له حلقة مخصصة. أنا شايف إن في ناس كتيرة جدا من أصدقائي بيشتروه يعني برقم مبالغ فيه. لا يا جماعة، السماد ممكن نعمله في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وان شاء الله هعمل لكم حلقة مخصوصة ازاي نسمد في البيت من بردك المأكولات اللي احنا بناكلها. من المأكولات اللي احنا بناكلها ممكن نقدر نسمد. كل ده حاجة سهلة وبسيطة نقدر نعملها في بيتنا. عشان كانت في ناس بتقولي ان المانجا زراعتها صعبة ومش هينفع تتزرع في البيت. لا يا جماعة، سهلة جدا زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله عليها. زي ما انتم شايفين اهو. ودي يا جماعة البذرة، دي بذرة المانجا زي ما انتم شايفين كده اهو. على حسب بقى كل نوع مانجا بتختلف منه البذرة بتاعته. في حاجة زي كده دي البذرة. ودي يا جماعة البذرة اللي احنا بناكلها بتاعت المانجا زي ما انتم شايفين كده اهو. بناخدها بنشقها من فوق بالطريقة اللي انتم شايفينها دي، تطلع في قلبها البذرة اللي انا زارعها اللي هي زي دي يا جماعة اهي. ما اخترعناش حاجة ولا اشتريناها من بره ولا هتكلفنا. زي ما انتم شايفين كده اهو بنفتح البذرة وبنطلعها زي ما انتم شايفين كده. وبيختلف بقى من كل نوع البذرة بتاعته. يعني كل نوع هتلاقي بذرة شكل. اهم حاجة يا جماعة لما نيجي نزرع المانجا زي ما انتم شايفين كده البوز ده اللي بتطلع منه ايه؟ الحتة دي يا جماعة الجذع بتاع المانجا. الجذع ده عشان يطلع زي ما انتم شايفين كده اهو بنغطس البذرة بطريقة معينة بحيث اللي هي تطلع لنا الزرع. وطبعا كل وقت بيبقى ليه قصرية معينة. يعني مثلا دي عشان لسه صغيرة بداية البذرة بنزرعها في واحدة زي كده صغيرة، ما بتبقاش أكبر كده حجما. لما بتكبر شوية ان شاء الله يعني بعد من 40 ل 45 يوم شوية كده صغيرين بننقلها في قصرية وسط. ومن 90 يوم ل 145 يوم طبعا ممكن لو حابب تنقلها في الارض بتنقلها. وهقول لك برضك ازاي تسمد قبل ما تنقل، لان السماد ده عامل مهم جدا اللي احنا يعني يساعد نمو الزرع اللي هو يكبر بسرعة برضك، وتبقى الارض برضك ايه كويسة جدا ومتطعمة. هيساعدنا برضك لما المانجا تكبر برضك او ايا كان الزراعه اللي احنا بنزرعها، مانجا جوافه نعناع. وان شاء الله هنزرع مع بعضينا برضك. وفي فيديوهات انا محضرها لكم برضك هبعتها لكم تشوفوها. ولو عايزين مني اي حاجه في التعليقات زي ما صديقنا كده بعت لي على شجره الريحان يكتب لي اللي انتوا عايزينه وهزرعه لكم ان شاء الله. هوري لكم يتزرع ازاي وحاجات سهله وبسيطه. وانا برضك هنزل حاجات في الفتره القادمه يعني ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين يا جماعه في حاجات زي كده دي قصرية جايبها فيها طينة جاهزة وبنبقى ساقينها. بنجيب يا جماعة زي كده زي ما انتم شايفين بنفتح لها فتحة كده من على الوش. سهلة جدا.
مفيهاش تكلفة ولا فيها اي حاجة. بنعمل كده زي ما انتم شايفين، وبنشوف في يا جماعة بذرة زي كده. البذرة دي زي ما انتم شايفين كده دي منبتة من هنا، بنحطها كده اهو، بنغرزها كده زي ما انتم شايفين، وبنخلي الجذع ده من فوق، الجذع اللي فوق ده بنخليه من فوق كده زي ما انتم شايفين يا جماعة. الجذع ده بيبقى من فوق عشان بيطلع الجذع اللي هو زي اللي انتم شايفينه ده. تمام. بس حبيت اوريكم بردك حاجة بسيطة وسهلة. وبردك اهو حاجة زي كده، ده نوع تاني بردك حابب بردك اوريه لكم. بص يا جماعة بيغطس كده اهو، بنغطسه كده اهو، وبنغلي البوز يا جماعة اللي فوق ده كده، بنغطسه كده اهو، نخلي البوز ده كده من فوق عشان ده اللي بيطلع منه الزرع من هنا. تمام. بس وبنقفلها كده من الجناب زي ما انتم شايفين كده اهو. طريقة سهلة وبسيطة جدا. طبعا التربة دي انا ببقى ساقيها قبل ما بستخدمها، يعني بنرشرش لها كده، بنرشرش ليها قبل ما بنستخدمها. بس وبعد ما بنحط البذرة بنسقيها كده. وبكده يا جماعة يبقى احنا كده زرعنا المانجا مع بعضينا النهاردة، وان شاء الله انتظروني في الفيديوهات القادمة نزرع بردك الجوافة. وموسم البرتقال قرب اهو، ان شاء الله بردك هنزرعه، وهوريكم بردك الليمون يتزرع ازاي ان شاء الله. يعني هو كل اللي عايز مني اي حاجة يكتب لي في التعليقات، انا عايز مثلا ازرع كذا، اعمل السماد ازاي، اعمل ايه في زرع عندي مثلا حصل له حاجة، يكتب لي اللي هو عايزه وانا هرد عليه على طول. كده يا جماعة النهاردة زرعنا المانجا، وانتظروني في فيديوهات قادمة. شكرا ليكم.